وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. الكلى مش مجرد عضو بيساعد في عملية التبول وبس، لا ده جهاز عبقري شغال 24 ساعة في اليوم، بينظف جسمك من السموم وبيفلتر الدم اكتر من 50 مرة في اليوم. الكلى بقى بتنقي الدم من نواتج الاكل والادوية وكل العمليات الحيوية، وبعدين بتطلع الفضلات دي في صورة بول، وفي نفس الوقت بتحافظ على توازن الاملاح والمعادن جوه الجسم. يعني لو بتشرب ميه كتير او قليل الكلى بتظبط الموضوع ده، وحتى لو كان عندك نقص في الصوديوم او في البوتاسيوم الكلى كمان بتعدل الوضع. طب انت تعرف ان الكلى ممكن تضعف او تتعب من غير ما تحس باي وجع؟ بس المهم ان الجسم دايما بيبعت اشارات ليك علشان تاخد بالك من المشكلة دي. المشكلة انك لو تجاهلت العلامات دي الكلى بتبدأ تفقد القدرة بتاعتها واحدة واحدة، وفي مراحل معينة الكلى بتبطل تشتغل خالص، وده اللي بنسميه الفشل الكلوي. ساعتها الجسم مش بيقدر يتخلص لا من السموم ولا حتى من المية الزايدة، وعلشان الجسم يعرف يكمل حياته المريض بيبدأ يعتمد حاجة اسمها غسيل الكلى. دي رحلة صعبة بتتعمل 2 أو 3 في الأسبوع، والمرة الواحدة بتكون 4 ساعات. وعلشان تحمي نفسك من القصة الطويلة دي فلازم تنتبه من العلامات اللي جسمك بيديها لك علشان يقولك إن عندك مشكلة في الكلى. وإنت مش محتاج أبدا إنك توصل لمرحلة الغسيل الكلوي علشان تبدأ تهتم بالموضوع. ومن الأخبار الجميلة إن مشكلة تلف الكلى دي نقدر نلحقها ونسيطر عليها تماما لو قدرنا نكتشفها في وقت مبكر. وعلشان كده فإني في حلقة النهاردة هقولك عن 10 علامات تحذيرية مبكرة جدا وغريبة. العلامات دي بتشير إلى مشكلة أو تلف أو قصور في الكلى. كمان هقولك لو اكتشفت إن عندك علامة أو أكتر إزاي تقدر تحافظ على الكلى وتعكس تلف الكلى، وهديلك نصايح ممتازة علشان تحافظ على صحة الكلى وأهم الأطعمة المفيدة جدا جدا للكلى. فمن فضلكم خليكم معايا لأنها تكون حلقة مهمة جدا. أول علامة مهمة جدا وهي بخصوص البول. خلي بالك إن أكتر مؤشر وأهم مؤشر بيظهر أول لما تتعب الكلى بيكون في البول، سواء التغير في نمط التبول يعني عدد مرات التبول بيكون أكتر، أو حتى مظهر البول نفسه. في حالة الكلى اللي بيكون فيها مشكلة البول بيكون رغوي أو بيكون دموي، وكمان التبول بيكون في الليل أكتر بكتير من النهار. طيب يعني إيه البول بيكون رغوي؟ يعني بيكون شكله كده زي بياض البيض المخفوق. طيب هي الرغوة اللي في البول دي ايه السبب بتاعها؟ دي علامة مهمة جدا ان البروتين بيبدأ يتسرب للبول بتاعك، وده لو الكلى عندك سليمة هتمنع تسريب البروتين للبول لأنها هتعرف تعالجه. كمان ممكن البول يكون دموي، ودي علامة تحذيرية مهمة جدا. ده ممكن يكون راجع بسبب حصوات في الكلى أو عدوى في الكلى، أو ممكن يكون مرض تاني برضو بخصوص الكلى. العلامة التانية وهو الشعور الدائم بالتعب. وخد بالك أنا هنا مش بتكلم عن التعب اللي ممكن تحس بيه بعد مثلا لما تمارس رياضة تقيلة، لا أنا بتكلم عن التعب اللي بيحصل لك بعد ما تعمل أي نشاط يومي. بتحس بإرهاق عظيم في جسمك كله في العظام، بيخلي أي حاجة بسيطة وأي مجهود بسيط يبدو مرهق جدا بالنسبة لك. وخد بالك بالنسبة لنقطة التعب إنك لو حاولت تنام علشان تاني يوم تشعر بالتحسن، فحتى لما تنام تاني يوم برضو بتصحى في منتهى التعب. طيب ليه التعب ده بيحصل؟ لأن الكلى لما بيكون فيها مشكلة مش بتقدر تطلع الهرمونات اللي بتقول لجسمك إنها عايزة خلايا دم حمراء، وإحنا قلنا ان الكلى اصلا بتساهم في انتاج خلايا الدم الحمراء. طيب معنى ان خلايا الدم الحمراء هتبدا تقل في الجسم معنى كده ان الاكسجين هيقل ومش هيقدر ينتشر لكل الاعضاء اللي هي محتاجاه، وده هيترتب عليه التعب الشديد. العلامه الثالثه وهي تورم في القدمين او في الكاحلين. وخد بالك من النقطه دي، لما تيجي تضغط على الكاحلين بتظهر كده زي وزمه مجوفه، يعني كده زي بتظهر حفره اول لما تدوس بصباعك على الرجل بتاعتك. طيب المشكلة دي بتحصل ليه؟ بتحصل لأن حصل احتباس للصوديوم في الجسم بتاعك،
ومعنى انه حصل احتباس في الصوديوم انه هيبدأ يحصل تورم في الاطراف زي الساقين والقدمين بشكل كبير. العلامة الرابعة علامة مهمة جدا وهو شعور شديد بضيق في التنفس. معظم الناس يمكن بيربطوا مشكلة ضيق التنفس ان انا عندي مشكلة في القلب او في الرئة، لكن لما يحصل فشل في الكلى فده ممكن يؤدي لتراكم السوائل في الرئتين بتاعتك. طيب تخيل معايا ان الرئتين مليانين بالسوائل، علشان كده مش بس بتشعر بضيق في التنفس، لكن لما بتيجي تسترخي او بتيجي تنام بتحس نفسك كده زي كأنك بتغرق، لان الرئة محملة بقدر كبير جدا من السوائل. والعرض ده بيكون مفزع وناس كتير بتروح المستشفى بسببه وبيفاجئوا انه راجع لمشكلة في الكلى. العلامة الخامسة وهي حكة شديدة جدا في الجلد. طيب ليه بيحصل الحكة او الهرش الشديد ده؟ ده بيحصل لان الكلى بتكون غير قادرة على تصفية الفضلات وكمان ازالة السموم، فده بيخلي السموم تبدأ تتراكم في مجرى الدم، وعلشان كده ده مش بس بيؤدي لهرش شديد، ده كمان بيؤدي الى طفح جلدي، يعني حتى لون الجلد بيتغير، وكمان بتحس ان المنطقة دي الجلد فيها ناشف جدا. النقطة السادسة بعتبرها من النقط المهمة وكمان المميزة جدا، وهو انك بتشعر بطعم معدني في الفم، وكمان رائحة الفم بتكون كريهة. طيب خد بالك الريحة الكريهة دي لما بتظهر في الفم، لما بتحاول تغسل الفم بتاعك بجميع وكل الطرق مش بتروح منه. طيب ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب ان السموم بيحصل لها ارتجاع في الجسم، وكمان بتروح للمسام بتاعة الفم، فبالتالي بتغير طعم الفم تماما. العلامة السابعة وهي الدوار او الدوخة الشديدة وكمان صعوبة التركيز. طيب ده بيحصل ليه؟ لو تفتكروا لما اتكلمنا عن نقطة التعب قلنا انه العجز اللي بيحصل في الكلى او مشاكل الكلى بتخلي الاكسجين يكون اقل ويوصل اقل لاعضاء الجسم، وبالتالي فان الاكسجين هيوصل اقل للدماغ. ده بيؤدي بقى لمشاكل في الذاكرة وصعوبة في التركيز ودوار شديد مستمر. العلامة الثامنة برضو من العلامات المهمة وهي مشكلة انتفاخ العين، أو بمعنى مبسط الانتفاخ المحيط بالمحجر. طب ليه بيحصل الانتفاخ اللي بيكون حول العين؟ ده بسبب ان السوائل بيبدأ يحصل لها ارتجاع من الكلية عبر الأوعية الليمفاوية وبتوصل على طول للعين. العلامة اللي قبل الأخيرة وهي شعور شديد جدا بالغثيان، وده بيحصل بعد لما بتصحى الصبح على طول، ولكن العلامة دي ممكن تكون شوية في المراحل المتقدمة من أمراض الكلى. طيب هو إيه السبب؟ تبدو إن العلامة دي غريبة جدا. تخيل معايا إن الكلى فيها مشكلة، السوائل مش بتتفلتر، طول الوقت سموم شغالة في الجسم وإنت نايم، السموم عمالة تتراكم، وبالتالي فهي ما خرجتش من الجسم. علشان كده أول لما بتصحى مع كتر كمية السموم الموجودة في الجسم بتشعر بميل شديد جدا للقيء. آخر علامة وهي فقدان الشهية. طيب ليه بيحصل فقدان الشهية ده؟ تخيل معايا ان عندك العلامة اللي قلتها قبل كده اللي هي الغثيان وشعور شديد جدا بميل للقيء، وفي نفس الوقت طعم البق بتاعك معدني وغير مستساغ تماما. الحاجتين دول مع بعض بيؤدوا الى فقدان الشهية بشكل كبير، وعلشان كده لو حصل فقدان الشهية بشكل مفاجئ فده يتوجب على طول فحص في الكلى. قبل ما اكلمكم عن افضل الطرق والاطعمة لمكافحة امراض الكلى، خليني اقول لكم نقطة مهمة جدا علشان نربط القصة كلها مع بعض. 40% من حالات فشل الكلى بيكون ليها علاقة بارتفاع ضغط الدم، وواحد تقريبا من كل 3 أشخاص مصابين بالسكري بيصاب بتلف في الكلى. طيب تعالوا دلوقتي نبدأ في الخطوات المهمة. أول حاجة، لو ظهرت الأعراض دي سواء عرض واحد أو أكتر من عرض، فالمفروض فورا هنعمل تحاليل عشان نطمن على الكلى. محتاجين أول حاجة نعمل وظائف كلى، وكمان محتاجين نعمل تحليل بول كامل. النقطة الثانية، وقف أي أدوية مش ضرورية. أول الأدوية دي المسكنات، عندك سواء كتافلام أو فولتارين أو بروفين أو كيتولاك. المجموعة دي اسمها مضادات الالتهاب غير الاسترويدية. دي من أكتر الحاجات اللي بتبوظ الكلى لو اتاخدت على فترات طويلة أو اتاخدت على معدة فاضية أو بمية قليلة. تاني حاجة المضادات الحيوية زي الجنتاميسين أو الفانكومايسين أو الأموكسيسيلين لو اتاخد بجرعات كبيرة. الأدوية دي لو اتاخدت من غير إشراف طبي ممكن ترفع إنزيمات الكلى، فالمضادات الحيوية دي بلاش تستخدمها مع نفسك أو بدون استشارة طبيب. ولو كان عند حضرتك تعب في
الكلى او اي علامة من اللي قلتها دلوقتي، فلما تروح للدكتور ويوصف لك مضاد حيوي لازم تقول له ان عندك مشكلة او عندك تعب في الكلى. تالت حاجة ادوية الضغط والمعدة، زي مثلا مدرات البول اللي هي اللازكس او الالدكتون، دي برضو ممكن تسبب جفاف لو اتخذت بمية قليلة. كمان مضادات الحموضة زي المالوكس او الجافيسكون، فدي ممكن تتراكم لو الكلى اصلا عندي مش شغالة كويس. علشان كده الادوية دي انا مش بقولك وقفها نهائي، بس بقولك انك ما تاخدش اي دواء من نفسك ومن غير ما ترجع للطبيب المتابع. كمان لو كنت بتاخدهم لازم تشرب مية كويسة جدا، واخر حاجة اثناء ما انت بتاخدهم تتابع وظائف الكلى كل فترة. نقطة مهمة جدا جدا، اهتم بشرب المية، لازم على الاقل تشرب يوميا من 1.5 ل 2 لتر بما يعادل 8 كوبايات مية متوزعين على مدى اليوم كله. نقطة مهمة بالنسبة لشرب المية، لو كنت حضرتك اصلا بتعاني من تورم في الجسم او قلة تبول يبقى لازم تحدد كمية المية المناسبة ليك مع الدكتور المتابع. نقطة مهمة، لازم تحافظ على مستوى سكر الدم مظبوط عندك، يعني تتابع قياسات السكر بشكل دوري علشان لو حصل اي زيادة تقدر تعمل كنترول عليها بسرعة. نقطة مهمة جدا زي ما قلنا، ضغط الدم من اكبر الحاجات اللي بتأثر على تلف الكلى، وده يخليك تراقب ضغط الدم بشكل مستمر. المفروض القراية الصحية لضغط الدم تكون 120 على 80، لكن لو كانت قراية ضغط الدم عند حضرتك باستمرار او لوقت كبير 140 على 90، لا يبقى لازم نرجع على طول للدكتور ونظبط الضغط. نقطة مهمة جدا وهي التمارين الرياضية، لو تقدر تمشي 4 أو 5 مرات في الأسبوع وكل مرة نص ساعة. طيب ليه؟ لأن المشي المنتظم بيساعد على الحفاظ على ضغط الدم، وتظبيط ضغط الدم ده بيكون مهم جدا جدا لصحة الكلى. ومش شرط مشي، اعمل أي حاجة تريحك، سواء مثلا لو كنت مثلا بتحب رياضة ركوب العجل أو حتى السباحة، أي حركة مفيدة جدا للجسم بتاعي. نقطتين مهمين قبل ما ندخل على جزء الأطعمة، اتحكم في الوزن بتاعك، لأن الوزن الزايد بيرفع حاجتين، السكري وضغط الدم، ودول أكتر عوامل بتأثر على تلف الكلى. كمان التدخين من الحاجات اللي بتسبب تلف وضيق الأوعية الدموية، وبالتالي بتخلي الدم ما يوصلش بشكل كويس للكلى، وبالتالي برضو تلف الكلى. طيب تعالوا نتكلم عن جزء الأطعمة. في أطعمة عايزاك تبعد عنها، وفي أطعمة عايزاك تبدأ تاخدها بالكميات اللي هقولك عليها. طيب ايه الأطعمة اللي عايزة حضرتك تتجنبها؟ أول حاجة اللحوم الحمراء بكثرة، لأن في ناس بتكسر من اللحوم الحمراء. تاني حاجة الأملاح متمثلة في الملح الأبيض وكمان المخللات، كمان الصودا والمشروبات الغازية والأطعمة المعلبة والجاهزة. وفي أطعمة هقولك امنعها أو قللها بشكل كبير جدا، بس ده في حالات الكلى المتقدمة زي الموز أو الطماطم أو البطاطس. طيب دلوقتي نيجي للأطعمة الكويسة أو المسموحة، وهنقسمهم لحاجتين، في أطعمة وفي مشروبات. أول حاجة في الأطعمة الممتازة جدا اللي معايا وهي القرنبيط أو البروكلي، أنا هحتاج منهم نص كوب مطبوخ يوميا أو كوب ني مرتين في الأسبوع. فوائده إنه غني جدا بمضادات الأكسدة وكمان قليل في البوتاسيوم. تاني حاجة وهي الفلفل الأحمر، أنا مش محتاجة غير نص ثمرة فلفل أحمر يوميا، سواء إنك هتحطها في السلطة أو حتى هتطبخها في الخضار السوتيه بتاعك. تالت حاجة مش هنكتر منها وهي التفاح، أنا عايزة ثمرة واحدة من التفاح يوميا، ومش هزود عن الثمرة دي عشان ما زودش من سكر الفركتوز. كمان الثوم من الأطعمة المهمة جدا جدا، هحتاج فص أو فصين يوميا، سواء إنك هتقطعيه وتفرميه وتسيبيه 10 دقايق كده في الهواء وبعدين هتحطيه على السلطة أو الأكل بتاعك. برضو من الأطعمة الممتازة جدا جدا وهو الأناناس، أنا هحتاج نص كوباية، يعني تقريبا 100 جرام 3 مرات في الأسبوع، ولكن طبعا ده حسب المقدرة أو حتى متوفر عند حضرتك أو لا. طيب إيه بقى المشروبات المفيدة؟ أول حاجة زي ما قلنا طبعا معانا أساسي هتكون المية. تاني مشروب ممتاز جدا وهو ماء الشعير أو اللي هو البريل ولكن بدون سكر، ده مفيش مشكلة إنك تاخد منه كوباية يوميا أو كوب يوم بعد يوم، وده من المشروبات الآمنة واللي بنعتبرها صديقة الكلى. تالت حاجة لو نقدر نعمل شاي البقدونس هيكون ممتاز جدا وهيدي فوائد عظيمة للكلى، ده هنشرب منه كوباية واحدة مرتين
او 3 مرات في الاسبوع كله، مش في اليوم. طب ليه مش في اليوم؟ لان هو يعتبر برضو مضر قوي للبول. اخر حاجة عصير يا اما التفاح يا اما الكرفس. هتجيب الكرفس وتقطعه وهتبدأ تعصره مع المية ولكن بدون استخدام اي سكر، وممكن تضيف ليه نص تفاحة اللي هي من اللي هتاكلها في اليوم. يعني انت لو هتاكل تفاحة يوميا هناخد نص تفاحة نحطها في العصير والنص التاني اكل، او تحطها كلها في العصير مع الكرفس. وممكن نشرب منه نص او ربع كوباية يوميا. طبعا الأطعمة دي كلها سواء الأطعمة او المشروبات انا عارفة انه صعب كلهم ان احنا نجمعهم، لكن لو قدرنا نحط منهم حاجتين او 3 حاجات في اليوم بتاعنا مع النصايح اللي قلتها قبل كده هنقدر نظبط الكلى ان شاء الله في وقت قليل جدا، وهنقدر نرجعها ونرجع الوظائف بشكل ممتاز. بتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم حلقة مفيدة. لو عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها ما تنسوش تشاركوها مع غيركم علشان اكبر عدد منها يستفاد. وفي النهاية فانا بشكركم جدا على وقتكم الثمين والذي لا يقدر بثمن. اشوفكم بكل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.